التاجر الصدوق وكنز الأمانة. في مدينة قديمة عاش تاجر طيب القلب اسمه صادق. كان دكانه الصغير يمتلئ بالأقمشة الملونة والتوابل الفواحة. كان الجميع يحبونه لأنه لم يكذب أبدا، وكان دائما يزن بضائعه بكل عدل ودقة، حتى لقب بالتاجر الأمين. ذات صباح زار الدكان رجل يدعى كريم ليشتري حريرا نادرا. كان كريم على عالة من أمره، وبعد أن دفع ثمن الحرير غادر الدكان مسرعا، ونسي كيسا صغيرا من الجلد مليئا بالدنانير الذهبية على طرف الطاولة الخشبية. عندما وجد صادق الكيس الذهبي لم يتردد لحظة واحدة. أغلق دكانه فورا وانطلق يركض في طرقات السوق المزدحمة تحت أشعة الشمس الدافئة. كان يبحث عن كريم في كل مكان، وهو يحمل الأمانة بين يديه بحرص شديد، مناديا باسمه بين المارة. أخيرا وجد صادق الرجل عند نافورة المدينة وأعاد له كيس الذهب. تعجب كريم من أمانته وقال بشكر كبير: لقد أنقذت مالي يا صادق. فابتسم صادق وقال: المال يذهب ويأتي، لكن الأمانة هي الكنز الحقيقي الذي يسكن القلوب ولا يفنى أبدا.